السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. في الحلقة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع ناس كتير بتسمع عنه في الشغل اسمه العهدة. طب إيه هي العُهدة؟ العُهدة ببساطة هي أي حاجة الشركة بتسلّمها لك علشان تشتغل بيها، زي مثلًا فلوس، مصاريف، لابتوب، موبايل للشغل أو حتى أوراق ومستندات. أول ما بتستلم العُهدة بتبقى أنت المسؤول عنها 100%، يعني لازم تحافظ عليها وتستخدمها في الشغل بس مش في حياتك الشخصية. علشان كده معظم الشركات بتخلّيك تمضي على ورقة اسمها إقرار عُهدة أو العُهدة الورقية، ودي بتوضّح إيه اللي استلمته وقيمته كام، بحيث كل حاجة تبقى واضحة وما يبقاش في لبس. طيب لو حصل حاجة في العُهدة ضاعت مثلًا أو نقصت، الشركة من حقها ترجع عليك بالقيمة وممكن تخصم من مرتبك، بس طبعًا لازم يكون الموضوع مُثبت أو مؤكد، فلازم تخلّي بالك. إيه هي أهم النصائح ليك علشان خاطر ما تُقعش في الحاجات دي؟ أول حاجة ما تستلمش من غير ما تمضي على ورقة رسمية، يعني لازم تستلم وأنت ماضي على المبالغ اللي أنت استلمتها بتسليم وتسلُّم. ما تدخّلش العُهدة في حاجتك الشخصية، ما تستغلّهاش في إن أنت تكون مزنوق في فلوس أو في أي حاجة وتسحب منها، أو تستخدم الحاجة اللي في إيدك إن أنت تستخدمها في حياتك الشخصية أو في بيتك. يعني أنا لو جيت لك وقُلت لك خُد الورقة دي أو خُد الموبايل ده، لازم أنت توقّع وأنا أوقّع عليه. اعمل تسوية للعُهدة خلال فترات معيّنة، بمعنى إنك تعمل تسوية العُهدة كل فترة تصفّرها يعني، وخصوصًا لو كانت نقدية. لو لسه داخل شركة مثلًا واستلمت فيها 1000 جنيه أو 1000 ريال وبدأت إن أنت تشتغل بيه، تيجي بعد كده تستلم 1000 تاني، في تالت، في رابع، لأ خلّي في حد معيّن كل فترة، مثلًا كل نهاية كل شهر أو كل نهاية كل 6 شهور أو 3 شهور أو حتى السنة، إن أنت تصفّر العُهدة بتاعتك وتسلّم رئيس حساباتك أو مديرك أو حتى صاحب الشركة النقدية بتاعتك اللي موجودة، وتقول له كده زيرو وتبدأ من أول وجديد، يعني ما تسيبهاش مفتوحة. طب لو حصل أي مشكلة أو العُهدة تلفت أو نقصت، بلّغ فورًا وما تداريش عن الموضوع. يعني ما ينفعش إن أنت تقول خلاص أنا لو حصل عندي عجز أنا هاحُط من جيبي الخاص، أو إن أنا حصلت مشكلة في التلفيات في لابتوب أو موبايل أو حتى السيارة اللي أنت استلمتها، ما ينفعش إن أنت تداري عليها لإن كل حاجة بتتكشف. العُهدة مش مجرد أمانة، دي ثقة الشركة فيك. كل ما تحافظ عليها وتكون صريح ده بيزوّد رصيدك عند الإدارة ويخلّيك موقفك يُعتمد عليه أو يخلّيهم يعتمدوا عليك. ونصيحة أخيرة، اوعى تسلّم حد من غير ما تمضّيه أيًا كان، حتى لو مالك المنشأة أو مالك الشركة، عشان لا تبكي بعد ذلك وساعتها لا ينفع البكا. لأن في بعض الزملا لينا أحيانًا بيبقوا يستلموا العُهدة ويسلّموا من غير إمضا ليهم أو إمضا حتى لصاحب الشغل، وييجي بعد كده بيرجع عليه ويقول له تعالَ صفّي لي العُهدة. لو عجبك الفيديو لا تنسى تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الحلقة مع أصحابك الجدد، ولو في حاجة حابين أشرحها أو في سؤال معيّن اكتبوه في التعليقات وبارُد عليكم، واشوفكم قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.